جينا عند سؤال تكلم عن تقسيم العقوبات. أول حاجة تقسيم العقوبات من حيث جسامتها، يعني من حيث شدتها. قال لي من حيث شدتها بتنقسم لثلاث حاجات. أول حاجة عقوبات مقررة للجنايات، ودي أشد حاجة بقى. الجنايات دي يعني سرقة بالإكراه، قتل، واحد قتل واحد، دي العقوبة بتاعتها أو الخاصة بيها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة. طيب، تاني حاجة عندي عقوبات مقررة للجنح. الجنح دي بتبقى حاجات بسيطة شوية، دي العقوبة بتاعتها الحبس والغرامة متزيدش عن 100 جنيه. طيب، تالت حاجة ودي أخف عقوبة بقى خالص، دي عقوبة مقررة للمخالفات، وهي دايما بتبقى الغرامة. طبعا أقصى حاجة الغرامة 100 جنيه. طبعا في ناس او طلبة كتير بيقولوا لي طب ما هي ال100 جنيه قليلة، او المفروض المشرع هيزودها او كده. طبعا ده بيبقى مجال للبحث من الفقهاء، ان هم عايزين يزودوا الحد الاقصى للغرامة، ولكن ده بيبقى اللي مختص بيها هو المشرع. تمام. طيب، انا دلوقتي عندي بقى التقسيمات هنبدأ نتكلم فيها تفصيلا. اول حاجة العقوبات الأصلية. العقوبات الأصلية يعني إيه؟ دي عقوبات أساسية المشرع أو القاضي أو المشرع حتى وهو بيسن القانون بيحطها، يجي القاضي ينفذها. تمام؟ دي بينفذها لوحدها بدون أي عقوبات أخرى، يعني من حقه إن هو ينفذها لوحدها بدون أي عقوبات أخرى. زي إيه؟ أشغال الشقة المؤبدة، الإعدام، دي عقوبة أصلية للجريمة. تمام؟ طيب، حلو جدا. في عقوبات غير أصلية، ودي بتنقسم لحاجتين: التبعية والتكميلية، ودي ناخد بالنا منها لأنها بتيجي MCQ. في إيه بقى؟ إيه العقوبات؟ الفرق بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية. عقوبات تبعية دي بتيجي مع العقوبة الأصلية على طول بقوة القانون كده. مش شرط إن القاضي يحكم بيها، وهنا ممكن تيجي MCQ أو صح وغلط. تمام. زي إيه؟ واحد مثلا ارتشى، العقوبة التبعية بتاعتها هو خلاص هيتسجن. تمام، دي العقوبة الأصلية. طب العقوبة التبعية يتحرم من وظيفته خلاص لأنه هو مرتشي. تمام. طيب، العقوبات التكميلية دي بتيجي مع العقوبة الأصلية، ولكن القاضي لازم يقولها في الحكم. طب لو ما قالهاش في الحكم يبقى باطل، يبقى مينفعش إن أنا أنفذها. حلو جدا. طب العقوبات التكميلية بتنقسم لحاجتين: وجوبية وجوازية. وجوبية يعني لازم القاضي ينطق بيها صراحة في الحكم، وإلا كان الحكم ده محل للطعن. طيب، العقوبة التكميلية الجوازية، القاضي هنا ممكن يقولها في الحكم وممكن ما يقولهاش. تمام، حلو جدا. طيب، تاني حاجة تقسيم العقوبات من حيث مدتها. من حيث مدتها على حاجتين: عقوبات مؤبدة وعقوبات مؤقتة. عقوبات مؤبدة دي اللي بتاخد حياة المحكوم عليه كلها، زي مثلا الأشغال الشاقة المؤبدة، معناها إن هو بيقعد في السجن لحد ما يموت، أو أقل حاجة بيقعد 25 سنة. تمام. طيب، العقوبات المؤقتة لأ، دي بقى إيه؟ حاجات بسيطة كده، 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، بيبقى لها مدة صغيرة وبعدها بيطلع آه، للحرية يعني. تمام. طيب، تالت تقسيم، تقسيم العقوبات من حيث محلها. محلها يعني ايه؟ يعني هي بتقع على ايه؟ قال لي في عقوبات بدنية وفي عقوبات سالبة للحرية. طيب، العقوبات البدنية دي ايه؟ دي اللي بتقع على جسم المحكوم عليه، زي الإعدام. في عقوبات تانية بس اللي موجود دلوقتي هو الإعدام. تمام. طيب، العقوبات السالبة للحرية دي معناها إن المحكوم عليه بيتحط في مكان معين يتنفذ عليه الحكم، زي عندنا السجون. السجون ده الناس بتتاخد بتقعد فترة معينة بتنفذ الحكم اللي عليها. تمام. طيب، تالت حاجة العقوبات المقيدة للحرية. يعني ايه المقيدة للحرية؟ يعني في عقوبات كده بتتقال ان انت مثلا
بتأيد حريتك في الحركة. زي ايه؟ في عقوبة يقولك اتحكم عليه ان هو يقيم في منزله وما يغادرش منزله لمدة سنة، سنتين، 3، اسمها تحديد إقامة. أنا بقعده في المكان ده ما يتحركش، ده مقيدة لحريته، ما يقدرش إن هو يتحرك. تمام. طيب حلو قوي. رابع حاجة العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. دي عقوبات الهدف منها إن المحكوم عليه يتحرم من بعض الحقوق المدنية والسياسية. أحيانا لو الواحد ارتكب جريمة بيتحرم من إن هو يتعين في وظيفة حكومية أو يتحرم من حق الانتخاب. دي معناها إن هو بيأيد من حقوقه. أنا حقي إن أنا انتخب، بس عشان أنا عملت جريمة هتحرم من الحق ده. طيب حلو جدا. خامس حاجة العقوبات الماسة بالاعتبار. يعني إيه؟ دي عقوبات هدفها إن أنا بشهر بالمحكوم عليه وأقول للناس إن الراجل ده محكوم عليه بكذا. تمام. طيب زي ايه العقوبات دي؟ ان انا بنشر الحكم الصادر ضد الجاني ده في الصحف او وسائل النشر. تمام. طيب سادت حاجة، اخر حاجة، هي العقوبات المالية. دي اللي بتصيب ذمة المحكوم عليه، يعني لا اما الجاني ده بدفعه غرامة او بصادر فلوسه. حلو. تمام. السؤال ده مهم جدا في الام سي كيو، قليل في المقال. اشوفكم على خير في السؤال اللي بعده.